عايزه تعملي غدوه او عايزه تعملي عزومه تشرفك قدام ضيوفك، عايزه تعملي رز مفلفل ريحته خطيره وطعمه خطير بالخلطه، ولا الفراخ تكون دايبه دوب كده زي ما انتم شايفين. اما عن الخلطه بتاعه الفراخ او الحشوه بتاعه الفراخ، بجد كانت خطيره وما خدتش مني وقت، بجد كده كانت خطيره الوصفه دي. جربوها تعجبكم جدا، والفيديو ده احفظوه رمضان. يلا كده نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه ببتدي ان انا احضر الحشوه بتاعه الفراخ. جبت الكبد والقوانص بتاعه الفراخ، ابتديت ان انا اقطعها قطع صغيره واديها صدمه في ماده دهنيه كده، سواء زيت او سمنه. بعد كده بنزل ببصلايه كبيره مفرومه، ما بكترش البصل لان انا لسه هزود البرغل او الفريك. بكون غسلاه كويس قوي، وابتدي ان انا اسويه 3 ارباع سوا او نص سوا في الخلطه دي زي ما انتم شايفين. بحط بقى زبيب، لو انتي حابه تحطي زبيب او مكسرات تحطي، لو مش عاوزه خلاص ممكن تستغني عن الخطوه دي. بتبلها ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، وبس كده. بديها تقليبه وبسيبها تبرد تماما. بكون محضره بقى الفراخ بتاعتي، بكون غسلاها كويس جدا ونقعاها كويس في محلول النقع، وصفيتها خالص من الميه. بعد كده ببتدي ان انا جبت الفراخ وابتدي ان انا اخليها كده زي ما انتم شايفين الجلد عن اللحم، زي ما انتوا شايفين كده. لو حابين ان انتوا هتعملوها في شوربه زي ما انا عملت، ما تحطوش فيها تحت الجلد اي حشوه، لان الفراخ البيضه ما بتستحملش انها تغلي كتير في ميه او شوربه. فيستحسن ان انت ما تعمليش خطوه اللي تحت الجلد دي، لان هي هتفك معاكي في السليق بتاع الشوربه. بساوي كده الحشوة، وبعد كده ببتدي ان انا احشيها كويس قوي واقفلها كويس قوي زي ما انتم شايفين معايا، واكتفها كويس قوي زي ما انتم شايفين. بجيب حله بحط فيها ربع معلقه من السمنه، ما تزوديش ماده دهنيه لان الفراخ بتنزل مواد دهنيه كتير. وبعد كده بزود بقى الميه بعد ما بتاخد صدمه، لان انا عايزه الشوربه لونها يبقى حلو، عشان هسقي بيها بقى الرز بتاعي، وكمان هنشرب من الشوربه دي. بحط فيها ورقه لورا وكمان قطع من البصل، واسيبها تستوي معايا. تعالوا بقى نحضر خلطه الرز. جبت كده كبد والقوانص الباقيه عندي، وحطيت بصلايه مفرومه، وابتديت ان انا اشوحهم في حته سمنه كده زي ما انتم شايفين، وبتبلها توابل كبسه. وعندي كمان ملح وفلفل اسود، وبديها صدمه كويس قوي. الصدمه دي بتدي تيست حلو قوي للرز بتاعتنا. بحط كل فتفوته منها كده في الرز زي ما انتم شايفين. حطيت الرز في الطاجن بعد ما غسلته كويس قوي، وبقلب فيه الخلطه زي ما انتم شايفين. ده رز بالخلطه مميز، وفي نفس الوقت في الفرن كده مش هياخد مني وقت. بقلبها كويس قوي. وتعالوا نشوف الشوربه بتاعه الفراخ بعد ما اعطيتها صدمه. الفراخ بتديني شوربه لونها خطير زي ما انتم شايفين. باخد منها علشان ايه؟ اشرب الرز كويس قوي من الشوربه عشان يبقى تيسته يبقى عالي، وادخلها الفرن لحد لما يستوي تماما ويتشرب زي ما انتم شايفين، درجه حراره 200. وبعد كده تطلع معايا الفراخ، بحطها تحت الشوايه شويه، وادوق يا ست الكل احلى رز بجد خطير بالخلطه وطعمه مميز، مسقي كده بالشوربه بتاعه الفراخ. والفراخ كده شايفين دايبه دوب ازاي. تعالوا بقى اوريكم الخلطه من جوه عامله ازاي. خطيره بجد، كانت خطيره وتشرفك قدام ضيوفك. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم.